جمهورية الصحراء المغربية. غتشوفوا الفقرة 15 من هذا الإعلان المشترك واضحة حول موقف النمسا من هذا النزاع الإقليمي، وعبر عليه السيد نائب الوزير بشكل واضح الآن. هذه واحد السنة ولا سنة ونصف في هذه القاعة كنت قلت بأن أوروبا خصها تخرج من مجال الراحة اللي كان عندها لا زون دو كونفور، وبأن يجب البحث عن حل لهذا النزاع، وليس فقط دعم مسلسل اللي يمكن له يطول واللي يبقى سنوات لغياب إرادة لدى الأطراف الأخرى، وبأن الاعتراف الأمريكي فتح القنصليات كانت فيه إشارة كذلك إلى دول اللي هي معنية بهذا النزاع هذا لقربها منه، واللي هي الدول الأوروبية. واليوم كاين واحد التطور، كاين واحد الحركية في هذا المجال، وشفناها منذ الموقف الألماني اللي كان في يناير 2022. شفنا لما قام السيد رئيس الحكومة الإسبانية بزيارة للمغرب، وبعد لقائه مع جلالة الملك كان الإعلان المشترك من إسبانيا، واللي هي عندها معرفة قوية بهذا الملف بحكم التاريخ وبحكم الجغرافيا كذلك. جاء الموقف الهولندي، جاء الموقف البلجيكي، جاء موقف اللوكسمبورغ، جاء الموقف الهنغاري، جاء الموقف السلوفاكي، جاء الموقف ديال قبرص، وجاء اليوم كاين واحد 10 ديال الدول اللي هي اعضاء في الاتحاد الاوروبي اللي مشات في هذا التوجه للتاكيد على ان اذا كانت مبادره الحكم الذاتي هي جديه وذات مصداقيه، فهي كذلك اساس معقول واساس جدي واساس عملي لحل هذا النزاع المفتعل. كاين هذا التطور على مستوى اوروبا، وانا قلت 10 دول اليوم من الاتحاد الاوروبي اللي غادا في هذا التوجه، ودول اخرى غادي تلتحق بها، وكان شار لها جلاله الملك محمد السادس في خطاب العرش في هذه السنه بذكر هذه الدول اللي مشات في هذا التوجه. ونفس التوجه كنشوفوه في دول اخرى. اليوم 38 دوله في افريقيا اللي كتعلن عن دعمها لمبادره الحكم الذاتي، بالاضافه ل 30 اللي فاتحه القنصليه. كاين دول في اسيا، في المحيط الهادي، في الكاريب، دول عربيه. اذا بحال قلت القطار غادي، القطار ديال ان هذا الحل ما يمكن له يكون الا في اطار الامم المتحده، وان هذا الحل ما يمكن له يكون الا في اطار بالنسبه للمغرب في اطار مبادره الحكم الذاتي.